السلام عليكم ورحمة الله. كيف الحال؟ أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. معكم الدكتورة مريم من قناة سول طبيبة مع مريم. فيديو اليوم أعلم بأنه يشغل بال كثير والكثير من الحوامل، ألا وهو ما هو أفضل أسبوع للولادة في الشهر التاسع، ومتى تكون الولادة آمنة، ومتى يمكنني القول بأنني تجاوزت خطر الولادة المبكرة، وكذلك ما هو أفضل أسبوع للولادة في الشهر التاسع بالنسبة للولادة القيصرية، ومتى يمكنني القول بأنني تجاوزت موعد الولادة. كل هذا سنتطرق إليه إن شاء الله في هذا الفيديو، فإن كان يهمك الموضوع فابقي معي إلى آخر الفيديو. وإن كانت هذه أول زيارة للقناة، أعلم بأن محتواها سيعجبك لأنني أجيب عن جميع تساؤلات الحوامل. لا تنسي الاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد. نمر لموضوعنا لليوم، ألا وهو ما هو أفضل وقت للولادة في الشهر التاسع. أولا دعونا نتفق على أمر مهم جدا. منظمة الصحة العالمية وضعت تاريخ أو أسبوع تقول فيه أنه ابتداء من الأسبوع 37 تعتبر الولادة آمنة. يعني كل ولادة قبل الأسبوع 37 تعتبر ولادة مبكرة. يعني السيدة التي تقول هل بإمكاني الولادة في أول التاسع أي في الأسبوع 36، أقول لها نعم يمكنك. فهناك حالات عديدة تكون فيها الولادة في أول التاسع، لكن الولادة متى تعتبر آمنة؟ ابتداء من الأسبوع 37. يعني ابتداء من هذا الأسبوع يمكنك الولادة. لكن الأمر الذي تجهله الكثير من الحوامل أنه كلما أتم الطفل أو أتم الحمل مدته كاملة، يعني وصل إلى الأسبوع 40، كلما كنت مطمئنة على صحة جنيني. كلما ظل الجنين في الرحم كلما كان آمنا، وتأكدنا من أنه أكمل نموه، وبالخصوص عضو مهم هو الذي يتأخر في النمو، ألا وهو الرئتين. لذلك تجد بأن النساء اللواتي يتعرضن للولادة مثلا في الأسابيع الأولى من الشهر التاسع، مثلا ابتداء من الأسبوع 35 أو 36، يكون الجنين معرض لمشاكل في التنفس، فهنا يضطر للمكوث في الحضانة أو في الإنعاش لكي يساعده ذلك على التنفس بشكل صحيح. لذلك هناك الكثير من النساء تقول لي متى يمكنني البدء في تحفيزات الولادة؟ أقول لك تحفيزات الولادة يجب البدء بها ابتداء من الأسبوع 37، حتى لا نكون أو تكوني عرضة لا قدر الله لولادة مبكرة. انتظري للأسبوع 37 ثم ابدأي بتحفيزات الولادة كما تريدين. هذا من جهة. هذا بالنسبة للولادة الطبيعية، أي ابتداء من الأسبوع 37 يمكنك الولادة في أي وقت وتعتبر ولادة آمنة. بالنسبة للولادة القيصرية فأغلبية أو أغلب الأطباء يقررون أن تكون الولادة قيصرية ابتداء من الأسبوع 38، ولنفس السبب، بحيث نكون قد عفوا نكون قد اطمأن الطبيب على أن الجنين أكمل نموه، وبالخصوص نمو الرئتين. بعض الحالات ممكن أن يتأخر إلى الأسبوع 39. هذا الأمر يختلف من طبيب لآخر، لكن على العموم ابتداء من الأسبوع 38 يمكن برمجة الولادة القيصرية. لكن هناك أكيد ولادات قيصرية تكون مستعجلة لظروف ما، مثلا كان هناك خطر سواء على الأم أو على الجنين، فيضطر الطبيب لعمل قيصرية حتى في بداية التاسع أو في الثامن. هذه حالات خاصة لا نتكلم عنها. لكن الحالات التي تكون طبيعية وعادية والسيدة لديها سبب للولادة القيصرية، فالطبيب يقرر عمل القيصرية ابتداء من الأسبوع 38. هذا من جهة أخرى. وبالنسبة للنقطة الثانية المهمة، ألا وهو موعد الولادة الذي تعطيه الطبيبة،
أو أعطيه أنا لكم في القناة. فالكثير منكم يسألنني يعطونني تاريخ آخر دورة وأعطيهم تاريخ الولادة المتوقع وأسطر على المتوقع. لا يعني بأن التاريخ الذي أعطيتك إياه أو أعطتك الطبيبة إياه بأنه في هذا التاريخ أو في هذا اليوم ستلدين، أكيد لا. فالتاريخ الذي نعطيه وهو نهاية الأسبوع 40 أو نهاية الشهر 9. فإذا كانت الولادة قبل هذا التاريخ بأسبوعين تعتبر ولادة طبيعية، بعد هذا التاريخ بأسبوعين كذلك تعتبر ولادة طبيعية. لماذا؟ لأن هناك نساء أولا تكون غير متأكدة مثلا من تاريخ آخر دورة لديها، وتكون يعني نست تاريخ آخر دورة بشكل دقيق، فممكن أن يتأخر موعد الولادة. كذلك هناك من كان تاريخ آخر دورة لديها جيد، يعني تتذكره بشكل جيد، لكن الإخصاب أو تبويضها كان متأخر، وبالتالي الحمل وقع بشكل متأخر. فهنا نعتمد على السونار. فإذا كان السونار قمت به في أول 3 أشهر من الحمل، أي في الشهر الأول أو الشهر الثاني أو الشهر الثالث، فالطبيب سيعطيك بالتدقيق تاريخ الولادة المتوقع. لكن إذا لم تكوني متأكدة لا من تاريخ آخر دورة وقمت بعمل سونار بشكل متأخر، يعني قمت به أول سونار قمت به في الشهر الرابع والخامس، هنا الجنين يكون قد كبر ونموه قد كبر، وهنا لا يمكننا التحديد بالضبط متى كان الحمل وبالتالي متى ممكن أن تكون الولادة. فقط نعطي توقع أو نعطي احتمال أن تكون الولادة في هذا التاريخ. ممكن أن تتقيدي بهذا التاريخ. إذا لم تكن الولادة في هذا التاريخ بالضبط، مثلا أعطيتك تاريخ بأن الولادة ستكون يوم 10 شهر 7 مثلا، 10 شهر 7، إذا لم تحدث الولادة إلى حين وصول 10 شهر 7، فهنا ضروري ومؤكد أن تذهبي للطبيب، طبيبك المعالج، بأن يقوم بفحص مجموعة من الأمور، أهمها أولا وزن الجنين، ثانيا كمية السائل الأمنيوسي ضروري جدا، كذلك وضعية المشيمة، دقات قلب الجنين. إذا رأى بأن الأمور كاملة جيدة ولا تستدعي القلق، فهنا سيطلب منك أن تنتظري أسبوعين إضافيين. يعني في هذه الأسبوعين أو في هذه الأيام المتبقية التي أعطاها لك الطبيب، فهنا يمكنك عمل تحفيزات أخرى كالمشي والإكثار من المشي وصعود ونزول الدرج، كذلك الجماع إذا استطعت ذلك، أكل التمر مثلا، أكل المحفزات التي أتكلم عنها كثيرا في القناة، وانتظري الطلق. إذا جاءك الطلق فهنا جيد، الأمور جيدة وستلدين إن شاء الله. إذا لم يحدث طلق ووصلت للأسبوع 42، فهنا مطلوب منك أن تذهبي للطبيب، وممكن أن يبدأ بتحريض الولادة عن طريق الطلق الصناعي. سيقوم بالطلق الصناعي اليوم الأول ثم اليوم الثاني. إذا لم ينفع معك الطلق الصناعي فهنا حتما ستكون الولادة قيصرية، لأن الجنين لا يمكنه أن يمكث أكثر من الأسبوع 42 في الرحم. هذه هي الأمور التي يجب عليك أن تضعيها في عقلك. الذي أريد أن أوصيكم به بأنه كلما ظل الجنين في الرحم كلما كان الأمر آمنا عليه وكلما كان جيدا عليه. أكيد إذا كان وزنه طبيعي ونموه طبيعي وكل شيء طبيعي، لكن إذا وصلت مثلا للأسبوع 38 وكان وزن الجنين كبير، ممكن أن يصل إلى 3 كيلو 800 أو 4 كيلو، فهنا قد يضطر الطبيب لعمل تحريض للولادة وفي بعض الأوقات إلى عمل ولادة قيصرية حتى يتجنب بعض المشاكل بالنسبة للجنين وبالنسبة لك. الجنين قد يتعرض لوزن كبير ويكون معرض لانخفاض السكر بعد الولادة، وكذلك أنت تكونين معرضة لمشاكل أثناء الولادة الطبيعية كتمزق المهبل لا قدر الله. هذه هي الأمور التي يجب عليك أن تكوني على دراية بها. أتمنى أن يكون فيديو اليوم قد أفادكم. ألقاكم إن شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم.